صادقت رئاسة الجمهورية بإعدام معلم اغتصب طالبته في فناء المدرسة. تلميذة صغيرة تريد أن تعرف درجتها في التربية الرياضية، وسألت بكل براءة الطفولة أستاذ المادة لتعرف النتيجة، فقال لها تعالي لي في المدرسة يوم الجمعة. وبكل البراءة، براءة الأطفال وثقتها، ذهبت إلى المدرسة. جملة اعتراضية يا جماعة في السودان ده، مرات أبوك لو قال لك تعال لي، رغم آصرة الرحم والقربة والدم وخوف العقوق، في مرات كثيرة جدا الشواغل الشريف منها، ودائما ما تفتش عن أسباب وتبريرات إنك دخرت ليه. لكن تعود الناس في السودان مهابة واحتراما وبعض الخوف إنهم لما تستدعيهم الشرطة أو رجال الأمن أو القضاة أو المعلمين، أصلا ما بقولوا له. ومرات كثيرة جدا قد يستدعيك طبيب لأمر يهمك، يمكن في مرض عضال ما تمشي له، ومرات تبطل مشاوير فيها سبل كسب عيش ما تمشي لها، ومرات ما تمشي لأمور فيها أجر كبير. لكن هذا الشعب تعود أن لا يقول لا حين يطلب شرطي أو رجل أمن أو قاضي أو معلم. على حال بهذا الحب المتوارث، الطفلة دي مشت المدرسة لمعلمة يوم الجمعة. اليوم مبارك والآمر معلم والطلب عادي. للأسف هذا الذئب البشري قام باغتصاب الطفلة، ولأمر يعلمه الله مطابق للمشيئة العدلية، إن الطفلة دي خرجت من المدرسة كالمسهولة باكية. في نفس اللحظة دي مرت دورية بتاعت شرطة، انقسموا والشيء شافوا الطفلة دي يعني في هياج شديد وفي بكاء مر. كلمتهم وهو ذاته كلام ما داير له هنا، لأنه كان دمها يعني يكسي جسدها الصغير. مشوا الأستاذ اتقبض واعترف وشالوه ودوه المستشفى. القضية ما أخذت كثير، لأنه هو ذاته معترف، والقصة موثقة أيضا بيد الشرطة،
وكتبت مرافعة بليغة جدا، إنه ما يحزن النفس أنها طفلة وأنه معلم وأنها اغتصبت في أقدس الأماكن في المدرسة حيث تنزل العلم وإزاحة الجهل ويوم الجمعة. صادقت رئاسة الجمهورية بإعدام المعلم الذي اغتصب الطالبة أو تلميذته في فناء المدرسة. استوقفني جدا المعلم، صفة المعلم. لم يكتبوه مواطنا، كتبوه معلما. ويا جماعة هذا اعتراف، ليس مني أحد، ليس مني أنا وحدي، ولكن قد يكون نيابة عن مئات الآلاف من أبناء السودان. نحن والله صحيح بيوتنا، ربتنا، شوارعنا، شعبنا، لكنها كلها كانت تربية على انتقاص. لكن حقيقة الذين قاموا بتربيتنا تربية حقيقية وأكملوا النقص الذي فينا بين جنبينا عقلا ومشاعرا وعقلا وقلبا، مجموعة من الأساتذة السودانيين والمعلمين السودانيين الفقراء، من لدن المدارس الابتدائية حتى الجامعات. والتعليم ده مش بس كان في مجموعة المواد اللي بيدرسونا لها، والله نحن كان المعلم نتعلم منه حتى في وقفته.